السلام عليكم. تعال اقول لك معلومة حلوة جدا هتفيدك في انك انت تتعامل احسن بالداشبوردز بتاعتك على باور بي اي. بس المعلومة دي للاسف هتنفع بس اللي عندهم لايسنس لباور بي اي برو. خلينا نبدأ بالماي ورك سبيس جوه باور بي اي، وما ننساش ان هو باور بي اي برو. فجوه ماي ورك سبيس انا عندي كذا داشبورد عملتها، بس فعليا خلينا نصحح شوية مفاهيم بسيطة. المفهوم الاولاني ان كلمة داشبورد اللي احنا متعودين نقولها عشان في كذا فيجوال موجود جوه سكرين واحدة، بالنسبة لباور بي اي اسمه ريبورت. يعني مثلا ده اسمه ريبورت، وده كله على بعضه اسمه ريبورت، وده كله على بعضه اسمه ريبورت. هتلاقيها دايما موجودة هنا جنب الريبورت نفسه. يعني انا لو عملت فتحت بروجكت تراكر ده هيفتح لي الداشبورد اللي احنا متعودين نسميها داشبورد، بس هي اسمها ريبورت. اسمها الصح في باور بي اي ريبورت. امال اللي احنا هنعمله النهارده ايه؟ احنا هنجمع كذا ريبورت في داشبورد واحده. هنعمل ايه؟ انا مثلا هنا عندي ادي ريبورت، وده ريبورت تاني، وده ريبورت تالت. عاوز اجمع التلاته في داشبورد واحده. هعمل الاتي: هروح على الثري دوتس اللي هنا دول واقول له بين تو ا داشبورد، وهنا هقول له بدل ما يستخدم اكزيستنج داشبورد انا هكريت واحده تانية معاكم من الاول. هختار لها اسم هنا وهقول له نيو داشبورد واقول له بين لايف. فقال لي هنا تمام، بين تو داشبورد، جو تو داشبورد. فهيجيب لي هنا الداشبورد اللي اسمها نيو داشبورد بتاعتي فيها الريبورت، وهقدر كمان اتعامل فيها وهتفضل انتراكتيف معايا، والفلترز شغاله وما فيهاش اي مشكله. حتى كمان بالنسبه للماب هتلاقي الماب شغاله، كل الفيجوالز بتاعتك هتبقى شغاله عادي جدا ما فيهاش اي حاجه. طيب الخطوه اللي بعدها هروح لبقيه الداشبوردز وهعمل نفس الخطوه بين تو داشبورد، بس هختار الداشبورد الجديده بتاعتي. فانا قلت له نيو داشبورد وبين لايف. خلاص بقى مش محتاج اروح لها. هعمل نفس القصه في الداشبورد الثالثه او الريبورت الثالث زي ما اتفقنا، ده المسمى الصح ليه، بين تو داشبورد. وبعد كده مش نيو طبعا، انا هختار نيو داشبورد من هنا، هو اكزيستنج داشبورد، وبعد كده هقول له بين لايف. كده خلاص الثلاثه ريبورتس راحوا جوه نفس الداشبورد. هعمل بس ريفرش هنا. انا عملت ريفرش على الايه، على الداشبورد اللي اسمها نيو داشبورد. اتفقنا ان اول ريبورت اهو موجود. نطلع تاني، اول ريبورت اهو موجود، تاني ريبورت موجود وانتر اكتف عادي جدا ما فيهوش اي مشكله، وتالت ريبورت كمان موجود وانتر اكتف والدنيا فيه تمام التمام. بس كده بقى عندك التلاتة ريبورتس موجودين في داشبورد واحدة، تقدر تعمل عليهم الاناليسز اللي انت عاوزها، وتقدر كمان تعمل شير وتعمل تشات عليها على تيمز، تحط كومنت. وبص الجمال ده كمان، ان انت تقدر تسأل سؤال على الداتا بتاعتك. توب بروجكت تراكر كونتريز باي اون هولد برسنتج. تعال نشوف دي. فراح طلع لك قال لك البلانك قد ايه وايجيبت قد ايه. هتسأل الاسئلة اللي انت عاوزها وهو هيجاوبك عليها. اعتقد دي حاجة هتفيدك جدا ان شاء الله في شغلك، ولو ده حصل ما تنساش تدعي لي دعوة حلوة. سلام.